الإسلام ما صلح شيء قال كان علماني. وما لو كان الإسلام داك الساعة فاش كان لا علماني يجي يتباع خلاص يمشي نتهناو من الآخرين. وما دينك دين الإسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أجي دابا المنافقين ديال هذا الزمان كانت الديانات ثلاثة. تسمعها ولا ناعسين كاع ما عايشين في الدنيا؟ تعايش. قال لك الديانات ثلاثة. تعايش تقتلوا الفلسطينيين وعاود تعايش. قال معناها هذا اعتراف بالنصرانية واعتراف باليهودية. ومن اعترف بالنصرانية أنها دين صحيح فهو كافر، ومن اعترف باليهودية أنه دين صحيح فهو كافر. وليس هناك إلا دين الإسلام فقط وهو المخرج. ومن نبيك؟ شكون هو النبي ديالك؟ يمكن كاع ما تعرف سميته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمنافق إذا وضع في قبره يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيء فقلته. أنا ما عرفت شيء، سمعت الناس يقولوا قلت أنا. أما المؤمن الموقن إذا وضع في قبره يقال له من ربك؟ يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي ورسول. فيقال نعم، يفتحوا له الباب الجنة، جيه العطور ديال الجنة، ويفتحوا له الباب الجهنم، يقولوا ها المضاع مناش نجاك الله تعالى، وهذا الجنة ديال المضاك يخليوا عنده العمل الصالح يبدا يونسوا إلى يوم القيامة. وبهذا نختم والحمد لله رب العالمين. ما كان شي سؤال ولا شي حاجة؟ نسيو تبليغي الجاهل في باريس تجمعوا بورت كليشي. قال لهم حسنة واحدة في باكستان تساوي 490 مليون حسنة، وتنعرفوا أنا برسم والشريط عندي. قال مشينا لتل أبيب عندهم 8 المراكز عند اليهود. ايش يخطر في بالكم زعما اللي كايش الإسلام مزيان يخليوه اليهود يدخل؟ عارفين بأن الحشرات ديالهم ميتين والو ما يضرب به الميتة والو ما كاينش. قال لك مشينا واللي شك نعطيه الشريط راه كاين بالصوت ديالنا. قال لك مشينا بالرزوزة والتمات. قال كذا كبرنا في الطيارة قالت لهم واحد يهودي أنا ما نركبش مع هاد الإرهابيين هاد. وجاو فتشونا العيالات فتشوا العيالات. قال لك وصلنا للأبي. قال لك خايفين منا شافوا باسبورات فرنساوي جون كيري كذا الأخ أنتم تبليغيين دخلوا. عندهم 8 المراكز في تل أبيب وما تعرضهمش اليهود أبدا، يتسالوا فين بغاو لأنه عارفين ميتين ما يحركوا ساكن أبدا. وقال لهم يا العيالات ديو السكان لباكستان تعمرون بالحسنات. عاد باش يقول راه حسنة واحدة في باكستان تساوي 490 مليون حسنة، ما كملش 500. ايش هذه الحماقة؟ جماعة التبليغ جهال وعندهم 4 ديال الطرق صوفية. الصوفية كلهم عندهم طريقة واحدة، تيجاني درقاوي هما عندهم 4: نقشبندية والسرهاوردية والقادرية والجيشتية. جمعوا 4 ديال الطرق. وفي المسجد فاش تيصليو في ديلهي في نظام الدين الاخر ديالو المسجد هو هذا، والمقبرة قدام الطبلة، وهذا الاخر هذا فيه 4 القبور، 2 عيالات و2 د الرجال مدفونين في الجامع.
مشيت معاهم حتى لسوريا، مشيت معاهم من المدينة حتى مدينة شيفيلد في الإنجليز. وصلنا حلب، صلينا في واحد الجامع، يلا سلمنا شت القبر ها هو. خرجت أنا مشيت تنبري على واحد الجامعة صليت فيه العصر، بغيت نخرج لقيت القبر. مشيت لواحد الجامع آخر عاود صلاة، خرجت من الباب ديال الجامعة لبرا عاد لقيت القبر عاود ثاني وقريب المغرب خلاص ما عاودتش. هم لا يحرمون ولا يحللون، يطوفوا مع مريت يطوفوا على القبور قالك باش يولفونا باش ندعيوهم. إذا نجلسوا مع سكيرية باش يولفونا، نجلسوا مع أصحاب المعاصي الآخرين باش يولفونا. ومن بعد ما أسست جماعة التبليغ في الهند إلا لمحاربات الدعوة السلفية من زمان. محمد الياس راجل مخرف كان يعتكف عند قبر عبد القدوس الكركوهي، يعتكف معناه يبات تما ويجلس تما كيما كيديروا هاد الناس مشاو يزوروا شي قبر. هذا الشيخ ديالهم اللي هذا الشيخ ديالهم محمد الياس المؤسس ديال هاد المصيبه هذه. وهاد اللي خليت نعرفوها انا سميتو انعام الحسن، كتب له واحد من الاردن قال له راه كتبايعوا الناس، قال لي ودي الطرق في الهند كتار الا ما بايعناهمش يبيعوهم الاخرين. هذا الجواب ديالو. المهم الجماعه في الديانات نفع ولا تضر، ما تضر بالعقائد ديالها والسلوك ديالها تضر ما كاينش. قال لهم في امستردام عيني يدير لهم يلا تخرجوا كذا حتى عياو ما جاوبوا حتى حد. قال لهم احسن منكم الكلبه عندها 10 الاولاد، عيط عليهم مولاها وقلبت الاولاد ديالها واستجبت لمولاها، احنا كنعيطوا عليكم كاع ما بغيتوش تخرجوا. وحضرت انا واسمعوا الغريبه، حضرنا في بورت كليشي في فرنسا. شوف هنا شكون يمشي للهند وباكستان 40 يوم، انا 14 ما بغاوش. هزوا يديهم قالوا لهم في العشيه جيبوا الفلوس والباسبورات، لان التبليغيين الكبار هما اللي كيتصلوا، هما يجيبوا كل شيء. ما تمشي حتى انت لشي موضع، عندهم القنصليات والسفارات بحال ولاد كل شيء فين ما مشاو. سير الان اعطي الباسبور ديالك لجماعه التبليغ يجيب لك الهند تمشي، سير انت وحدك ما يعطيوكش. 40 يوم وكاين جوج صحراوات نصحتهم، شرط عليهم تمشيو للهند وباكستان وترجعوا مباشره ما تحجوش، لان جا الرجوع في الحج بالضبط. ومن ثم مشيت انا للحج، شرط عليهم ما يحجوش. هذو مسلمين هذو. طرفت واحد جوج صحراوات متفلات تيبيعوا شي حويجات وبينت ليهم وهداهم الله، جاوا للحج ولقاوني تما في مكه والمدينه، والاخرين رجعوا نيشان ما يحجوش. كاين اللي خرج للهند وباكستان ومات وما جا ما حج. مهم جماعه ضاله والناس ما عارفينهم شاي، والناس مغرورين، يشوفوا الرزه ويشوفوا اللحيه ويشوفوا التعويج العنق الا كيصلي صافي يقول هذه الولايه ما كاين شيء. ثاني شي صاحب العلماء اللي ينفعوه، والجماعه التبليغ يزيروا لك الولد بحال هذا الشيء. الله يصلح الامور. امين. هو يديروا لها كلها قطيفه كلها زلقيه غير سير. الشيخ دابا كنا واحد المره يعني تيجيو المساجد تما وحضرت لهم وداروا واحد تسمع عندهم اجتماع ديال المسلمين، وكانوا داروا واحد يعني واحد لاصال عطاها لهم المخزن وكاينه خيمه. جينا حنا في الوسط بدينا مع داروا جوج ائمه، لان هذا ما تيسمعش البوق ما يمكنلوش يوصل الصوت للخيمه هذه. جينا حنا في الوسط، حنا شي 5 ولا 6 الناس، بدينا مع هذا. في واحد اللحظه نقول لك واش في الزياده ولا في النقصان ما بقيتش متاكد، تبعنا هذا وحنا سابقين هذا سابقين الصلاه.
ملي سمعنا الله اكبر حنا تيسحبنا راه هذا هو اللي ديال الله اكبر ديالنا. لما انا رديت البال في الصلاه ديالي لقيت بانه هذا اللي عاد قال الله اكبر، حنا تبعنا هذا. المهم واش نقول نقصان ولا زياده في هذه الحاله هذه شنو غادي نديروا؟ يعني شنو واش يعني مثلا نقولوا مثلا زياده سيروا الدم ولا شكون راه كنتم مجانين